صباح الخير ومساء يا جدعان، وفيديو جديد من كتاب بيب جوارديولا. بيب عنده قايمة بعدد المؤتمرات الصحفية اللي عملها طول مسيرته مع برشلونة. 546 مؤتمر صحفي، يعني 272 ساعة، بالتالي 11 يوم كاملين من حياته راحوا قدام الإعلام. اتسأل فيهم كتير وحللوا حركاته وشخصيته كتير، سألوه عن السياسة وعن الاقتصاد، حتى سألوه عن الموسيقى. مرة اتسأل عن هل هو مؤمن بوجود إله في العالم ده. بيب بيقول عن الإعلام في المؤتمرات الصحفية: دايما بحاول أبقى مركز في الإجابة، وبخاف جدا إني أدي أي تصريح أو وعود، لأن في اللعبة دي صعب جدا إنك تتحكم فيها. بيقولوا إني دايما بمدح لعيبتي وإني متصنع في ده. إحنا بنكسب 8 أو 9 ماتشات من أصل 10 ماتشات، فطبيعي همدح لعيبتي. أنا بحاول دايما إن أخرج كل حاجة من لعيبتي. ليه فشل تشيلسي إنه يحقق دوري الأبطال قبل كده؟ لأن تيري اتزحلق وهو بيشوط ضربة الجزاء. عارف أنا كم مرة قلت لعيبتي الموضوع ده؟ كتير، عشرات المرات. في بتاع 3 أو 4 كتب عني، تمام، أنا بقراهم كلهم وبحاول أتأكد إن فعلا زي ما بيوصفوني. هل أنا مجرد قائد مش مدرب؟ وليه مدرب في فترة قصيرة زي دي يحقق كل البطولات دي اللي ممكن يقعد مدرب تاني 20 سنة علشان يحققها؟ مش عارف، بس في حاجات كتير قوي بتدور جوه دماغي. لكن في الحقيقة إن اللعيبة دي ادوني برستيج كبير جدا. عارف إني صغير في السن وقريب منهم، ودي ميزة، خلي بالك. بنزل معاهم لأرض الملعب بعد كل ماتش، وإحنا خارجين من الملعب لأوضة اللبس ببقى عايز أحضنهم كلهم كأني لاعب زيهم، لكني المدرب، فمجبر إن أمسك نفسي وفرحتي في بعض الأوقات. لكن هل تقدر تسيطر على نفسك طول الوقت؟ صعب جدا. لما بنخسر ماتش كل اللعيبة بتكون في حالة جدا سيئة، سواء اللي لعب أو اللي ملعبش. من غير ما بفكر كتير بروح وبحضن واحد أو أتكلم مع التاني. الأمور دي بتحصل ومش هتقدر تسيطر عليها. في آخر اليوم بقعد مع نفسي وأفكر، وبعدها بكتشف إني خدت 20 قرار النهاردة، 18 منهم كان صح. لازم تبقى صريح مع نفسك، ولازم تبقى صريح وصادق مع اللعيبة. لازم يثقوا فيك ويقتنعوا بيك علشان تنجح. لما تطلب منهم حاجة لازم تقنعهم إن ده الأفضل ليهم علشان يقدروا ينفذوها. أنا فاكر مرة لعبنا على أرضنا وخسرنا قصاد إسبانيول 2-1، وكنت أنا اللي غلطان في قراءة الماتش بين الشوطين. بعد كام يوم كان عندي الشجاعة الكافية في إني أقف قصاد لعيبتي وأعترف ليهم إن أنا اللي غلطت. المدرب لازم يكون عنده قدرة ملاحظة رهيبة. لازم تقدر تلاحظ أي تغيير حتى ولو صغير في لعيبتك، تعبير وشهم، حماستهم، مزاجهم عامل ايه النهارده. والموضوع ده خلي بالك مرهق جدا، لكنه سر من اسرار النجاح. اوقات لما بنخسر هتبدأ تشك في نفسك: هل انا قائد كويس او مدرب مناسب؟ ولما بكسب ببقى طاير فوق السحاب، لكن للأسف الفرحة بالفوز مش بتكمل معايا اكتر من 5 دقايق. لكن في معظم الأوقات لازم تنقل الطاقة للاعيبتك وتحمسهم. بيجي عليا أيام ما بيكونش عندي طاقة لأي شيء، ببقى حقيقي منطفي، فبفضل قاعد في جنب واتفرج عليهم من غير ما أعمل أي حاجة، وبسيب تيتو هو اللي يقود التدريبات. لعيبتي عارفين إنهم لو كرروا الغلطة 10 مرات هحاول في كل مرة إن أصححها، وعارفين برضو إنهم لو ما بصوش في عيني وأنا بكلمهم هقتلهم. قلتها ليهم اكتر من مرة: مش هنخسر ابدا لو فضلنا فريق واحد. لما هتلعب ماتش كل 3 ايام فمش هيكون في كتير من الامور التكتيكية اللي هتدرسها ليهم، لكن هيكون في كتير من الامور العاطفية. بصحى الصبح بدري وابدأ اقرأ الصحف، فلاقي نجم او 2 من اصل 3 من لعيبتي في الجورنال، فبقرر اني هتكلم عن التالت ده في المؤتمر الصحفي، علشان بعدها يرجع للصفحة الاولى تاني يوم ويلاقي اسمه ويتحمس تاني. كل يوم قبل الماتش بيبقى ميعادنا الساعة 5. أنا بوصل مركز التدريبات بلاقي نفسي آخر واحد وصل، أبص لساعتي ألاقيها 4:30، وده واحد من أسباب النجاح. وقلتها ليهم أكتر من مرة: لما هننفذ الحاجات الصغيرة دي هتتعكس علينا في أرض الملعب. لازم نبقى جنب بعض في كل صغيرة وكبيرة. كتير من المرات الكاميرات هتلاحظ إن بيب في ممر الكامب نو قبل الماتش مش بيبص قدام أوضة اللبس ولا جواها. بيب من اول يوم وصل فيه لبرشلونة، ولحسن الحظ انه كان لاعب سابق وعارف اهمية اوضة اللبس. قلت للعيبة ان اوضة اللبس دي زي الفصل في المدرسة لكنه من غير مدرس. جوارديولا عارف ان في المكان ده اللعيبة بيتكلموا عن اي حاجة وكل حاجة، بتبقى لحظة اجتماعهم الاولى قبل التدريبات او قبل الماتش.
وبيقولوا لبعض نكت، بيهزروا او بيتكلموا على العربيات الجديدة او بيسمعوا مزيكا وبيرقصوا، فوجوده هيعطل عليهم ده، علشان كده دايما بيبص لبره الأوضة او مش بيدخلها. بيقول تشافي ان بيب قال من اول يوم ان اوضة اللبس بتخصنا وانه دايما هيدينا راحتنا فيها. لما جوارديولا بيبقى موجود بشكل غير مقصود او مقصود، هتلاقي كل اللعيبه ظبطت قعدتها وبصوله، لاننا عارفين ان هيبقى عنده حاجه يقولها لينا. بيقول انيستا كلامنا مع بيب كان بيفكرني دايما بالمدرسه، كل واحد فينا كان بيقعد قدامه وهو بيتكلم بشغف كبير. الموضوع كان حقيقي جميل. فالديز قال جوارديولا في كل مره كنت بتكلم معاه كنت بتعلم حاجه جديده، كنت خجول جدا لكنه علمني كتير عن اهميه التواصل مع زمايلي والجمهور. مرة كنا خسرانين في ماتش، وبعد الشوط الأول بين الشوطين بيب ما اتكلمش ولا مرة عن التكتيك، اتكلم لمدة 18 دقيقة عن شرف اللعب لبرشلونة والقميص برشلونة. لما دخلنا الماتش كنت بفكر وبقول لنفسي ايه اللي احنا بنهببه ده احنا لابسين تيشيرت برشلونة، لازم نكسب فعلا. بعد الفوز الكبير على ريال مدريد 6-2 وضمان الليجا، جت معركة تشيلسي. الفريق اتعادل في الذهاب 0-0 وهيلعب الإياب في لندن. لا وايه، غياب ماركيز للإصابة وغياب بيول بسبب الإيقاف. اللعيبة عرفوا التشكيل قبل الماتش بساعات، لكن الجمهور وباقي العالم الكروي اتصدموا لما شافوا التشكيل: بيكيه ويايا توريه في الدفاع، كيتا في النص، انيستا مع ايتو وميسي في الهجوم. قبل الماتش جوارديولا كان بيفكر ازاي هيحفز اللعيبه وهيقول لهم ايه. دخل عليهم وقال لهم عايز اطلب منكم طلب، كل واحد منكم يخرج تليفونه حالا. تمام، عايزكم حالا تبعتوا رسائل لعيلتكم وتقولوا لهم ما تقلقوش احنا هنتأهل النهارده. مش عايزكم توعدوني انا، اوعدوهم هم، لان دي اول حاجه هتيجي في دماغكم اول ما هتنزلوا ارض الملعب. جوارديولا ركز قوي على التكتيك في الماتش ده، وطلب من اللعيبه انهم ياخدوا بالهم كويس قوي من الالتحام البدني مع دروجبا لما يديهم ظهره وهو بيستقبل الكرة، لان عارف خطورته كويس. وطلب من المهاجمين انهم يحاولوا يخدعوا لعيبه تشيلسي، هتطبقوا نفس الحركه مرتين وتيجوا في ثالث مره تعملوا حركه مختلفه. لكن بدأ الماتش وكان واضح قوي الخوف للاعيبه برشلونه. اسيان سجل الجول الاول علشان يزود الضغط عليهم. برشلونه مستحوذين على الكرة لكن من غير ولا شوط على الجول. بين الشوطين جوارديولا ماشي ساكت وسرحان في الممر وبيفكر هيقول ايه وهيعمل ايه. بيب دخل على اللعيبه وقال لهم خليكم مؤمنين بنفسكم، احنا هنسجل مهما الجول اتاخر، مش عايزكم تفقدوا الامل، عايزكم تنقلوا الكرة اسرع واكتر لألفيش، لان ملاحظ ان انيلكا ومالودا مش بيرجعوا كتير ومش بيساعدوا الاظهره. تمام. بدأ الشوط الثاني وبدأت المعمعة، طرد ظالم لأبيدال وقرارات غريبة من حكم الماتش، لكن جوس هيدنيك وبيب كان ليهم التأثير الكبير على الماتش. في الدقيقة 70 هيدنيك بدل دروجبا ببليتي وبرشلونة بيلعب ب10 لعيبة، ادى رسالة لعيبة تشيلسي ان برشلونة عايزين يخلصوا الماتش بدري، ويمكن بيب اتسرع لما خلى بيكيه يتقدم كراس حربة بعد الدقيقة 70 علشان يدي رسالة تانية خاطئة للاعيبة البارسا بانهم يستعجلوا. لكن بغض النظر عن كل ده ظهر الاتنين بمنظر ما يتنسيش، بيب وهيدنيك واقفين جنب بعض والاتنين مبتسمين وكأنها اعتراف من محارب لمحارب تاني بقوته. ما عداش دقايق لحد ما يجي انيستا ويسجل هدفه. انيستا غدارة 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 غدارة. وكانت الشوطة الوحيدة لبرشلونة في الماتش ده. الفريق كله طار من على الدكة وكانت لحظة جنونية من أجمل اللحظات في تاريخ النادي. اللحظة دي كسبت في تصويت على إنها أفضل لحظة في الموسم ده، أجمل من نهائي روما ضد اليونايتد، أجمل من نهائي الكاس ضد بلباو، دي كمان أجمل من اكتساح البرنابيو. انيستا قال الوضع كان صعب قوي في الماتش ده، كنا مرهقين جدا وما كانش إرهاق بدني، كان إرهاق معنوي وده أسوأ بكتير. في الآخر ألفيش من ناحيته قدر يرفع كرة طويلة لإيتو، ما قدرش يستلمها صح، الحمد لله جت لميسي بسرعة اللي باصها قدامي وشطها بكل قلبي. انا عارف ان مفيش اي صورة ليا وانا قالع التيشيرت لاني مش بحب ده، لكن في اللحظة دي ما قدرتش امسك نفسي. يمكن علشان ده انيستا فبيب نسي انه مدرب وجري كأنه لاعب علشان يحتفل مع اللعيبة. انيستا علمنا ان مفيش مستحيل وان كل حاجة ممكنة في الحياة دي. انيستا شاط كورة مفيش اي حارس يقدر يصدها، مش علشان فيها كل القوة اللي في الدنيا، لا لا لا، لكن كان فيها كل الروح والقلب وكان عارف انها جول. انيستا بيقول قبل الماتش بكام يوم سألت بيب مستر هعمل ايه، عايز نصيحتك، ازاي اقدر اسجل اكتر. رد عليا وهو بيضحك
مش عارف يا اندريس، انت بتسألني انا سجلت 4 تجوال طول حياتي. جوارديولا ما بقاش مجرد مدرب، حتى لو كان خسر قصاد تشيلسي او حتى لو كان خسر نهائي روما. بيب بقى بطل قومي في كاتالونيا. بعد ماتش تشيلسي بيومين وكالعادة أخد أطفاله الصبح للمدرسة زي كل يوم قبل ما يروح لمركز التدريبات. في اليوم ده خرج الأطفال والمدرسين من المدرسة وفضلوا يسقفوا لبيب وهو واقف منبهر ومبتسم ليهم، وكان وسطهم كمان مدير المدرسة اللي كان مشجع متعصب جدا لإسبانيول وكان بيتضايق من بيب قبل كل ديربي. من جوه العربية ابن بيب ماريوس بيسأله هما بيسقفوا ليه يا بابا؟ بيب رد عليه علشان فرحانين، شايف الناس بتبقى جميلة ازاي وهم فرحانين. بعد ما خلص موسم 2009 بيب كان لازم يعمل شوية تغييرات على الفريق. جه الوقت اللي هيمشي فيه إيتو من الحرس القديم زي ما بيقولوا، وجوارديولا اعترف قبل كده انه يمكن غلط لما مشى إيتو، لكن قال انا هغلط احسن بكتير من اني ابقى جبان. مدريد جابوا كاكا ورونالدو، ووقتها كنا بنفاوض فيليب لويس وديفيد فيا وفشلنا في المفاوضات مع الاتنين في الاول، لكن نجحنا في اننا نبدل مع الانتر. اخدنا منهم العملاق السويدي ابراهيموفيتش مكان إيتو زي ما انت اكيد عارف. بدأنا الموسم بالفوز على بلباو في السوبر الاسباني، وجه الوقت للبطولة التانية علشان يكمل البارسا خماسيته. السوبر الاوروبي ضد شختار، خلص الماتش 0-0 والاشواط الاضافية قربت تبدأ. بيب قعد على الارض وحوالين اللعيبة وقال لهم اتأكدوا من اننا نباصي من غير اي مخاطرة، وزي ما بنلعب على طول هنحافظ على الكرة، والاهم هنتقدم لقدام. قدامنا 30 دقيقة هنمسك فيهم الكرة وهنعمل اللي احنا عايزينه، محدش يقلق، تمام؟ هنلعب براحتنا وبكل صبر، مش عايز حد يتجنن او يستعجل على الجول، لان لو حد عمل كده هما اللي هيستغلوا اي فرصة وهيقتلونا. بعد كام شهر كان ميعاد مع النهائي كاس العالم للأندية ضد استوديانتس. قبل الماتش بيب اتكلم مع اللعيبة وكان عارف ان ده اللقب الوحيد اللي ناقص وخسرناه قبل كده مع رايكر. خطاب بيب للعيبة كان مريح جدا وشال كل الضغط من عليهم، وكمان حفزهم بطريقة تانية. يا رجالة بكرة هنخلص على كل حاجة، لو خسرنا هنفضل الأبطال وهنرجع لبيوتنا وكل أسرنا هيفضلوا فخورين بينا، لكن لو كسبنا هنكون الأفضل في التاريخ، هنكون أسود المستقبل. هيحتاج أي فريق تاني وقت طويل قوي علشان يحقق الإنجاز ده تاني. وقت الماتش بيب احتاج لرصاصة رحمة من بيدرو في آخر كام دقيقة علشان الماتش يمتد للأشواط الإضافية. وبعد كلام بيب مع اللعيبة وبعد ما أكد عليهم إننا لازم نكمل بطريقتنا وبلعبنا، قبل ما الفريق ينزل للملعب سحب ميسي وقال له انت ما سجلتش في نهائي السوبر، عايزك تسجل جول دلوقتي، عايزك تسجل جول بقلبك. وفعلا نزل الفريق، وبعدها بدقايق ميسي بيسجل بقلبه حرفيا. ألفيش بيرفع كرة بيطير عليها ليو وبيحطها بصدره في الشبكة، وبعدها الكل كان بيحتفل بجنون، وبيب كان بيبص وبيحتفل مع أبطاله وهم بيكتبوا التاريخ بإيديهم. جوارديولا لقى نفسه بعيد عن الاحتفالات والكاميرات للحظة فانهار في العياط. ضغط ال 18 شهر اللي فاتوا كلهم خرجوا في اللحظة دي. أول حد شافني كان داني ألفيش وحضني، وبعدها جه هنري وزلاتان. محدش رخم وقال انت بتعيط ليه، لكنهم سابوني براحتي. الكل عارف كم الضغط الرهيب اللي كان على بيب، كل الساعات اللي قضيناها في المكتب بنحلل وبنخطط، كل التدريبات والمجهود، من مدرب لرضيف النادي لمدرب أفضل فريق في التاريخ، الفريق اللي غير كل حاجة في الكورة. شعار النادي أكتر من مجرد شعار لنادي، بقى شعار عالمي منتشر بين كل عشاق الفريق عالميا. برشلونة بيب بقى مرجع للكورة والمدربين الكورة في العالم واللعيبة. الفريق اللي بقى يتعادل مع برشلونة، اللي بقى قدر يتفادى الخسارة، كان بيتكتب اسمه في الصفحة الأولى في الجرايد تاني يوم. بارسا بيب اتحولوا من مجرد لعيبة لخالدين في تاريخ اللعبة. جراسياس بيب. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للجزء ده. لايك فيدك وانت خارج. سلام.